تاع الغير هما دايرين روحهم الجزائر قوة ضاربة. العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين وفي نفس التصريح الرئيس المعين عبد المجيد تبون كان قال لنا بأنه الجزائر قوة تاع سلام وقوة تاع كذا وفي الاتحاد الإفريقي وحنا عنصر فاعل. لماذا الجزائر لم تنجح في أنها رغم محاولة أحمد عطاف؟ صراحة أحمد عطاف، تعرفوا أحمد عطاف القضية اللي يلمسها بيده تتكسر، القضية اللي يمسها بيده تتخرب، المسألة اللي يدخل فيها أحمد عطاف تفشل. صراحة عنده قدرات هائلة. لو يدخل أحمد عطاف الإسرائيل ستتدمر إسرائيل صراحة، بعيدا عن السخرية، لكن حقيقة يعني ما كانش ملف دخل فيه أحمد عطاف ولم يكن مسخرة كبرى مثل لأنه وجد دبلوماسية جزائرية. رمضان العمامرة على الأقل كان يستر القضية. تذكروا لما حاول التوسط بين مصر وإثيوبيا وكانت واحدة من أكبر الفضائح. لكن لا علينا، هنا السؤال المطروح: أين هي القوة الضاربة والقوة الإقليمية التي لم تنجح في مجرد توسط، يعني مجرد أنه تدخل أنفها؟ يعني تبون كان يتكلم على أننا نتوسطوا في القضية بين روسيا وأوكرانيا ثم ما زدناش سمعنا بالوساطة الجزائرية. لكن في المسألة تاع كونغو الديمقراطية ورواندا السؤال يطرح نفسه. الشيء الوحيد اللي حققته الجزائر في هذه القضية هي زيارة شنقريحة إلى رواندا واستدعاء السفير الجزائري في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتوبيخه، ومسحوا بنا الأرض وجا روح السفير. يعني هل هذا طبيعي؟ أين هو هذا الاتحاد الإفريقي؟ وهنا نوصل إلى بيت القصيد. معناتها أنه هذه الأطر التقليدية كلها انتهت في العلاقات الدولية في حل الأزمات. أنا حتى قبل ما يوصل هذا الاتفاق منذ يومين كنت نتكلم معكم نقول لكم أنه طريقة دونالد ترامب في التعامل مع هذه الأزمات وغيرها طريقة مختلفة تماما، غير تقليدية، ما عندهاش علاقة بما كان يحدث سابقا. معناتها يعني اتفاق. ولهذا ربما شفتوا حتى في الصورة تاع البث أنه من كان وراء القضية هو من كان يتكلم هنا. هنا تشوف الحجم تاع الولايات المتحدة الأمريكية. معناتها انه دونالد ترامب صدقوني لو تقول له حط لي جمهوريه الكونغو الديمقراطيه او رواندا على خريطه لن يستطيع. لا اظن انه يعرف حتى ربما افريقيا دون مبالغه اين تقع قاره افريقيا. معناتها كان مسعد اللي عرفتوه اللي كان يتكلم هو مسعد بولوس اللي هو يهمنا اليوم كثيرا. هو يتكلم دونالد ترامب يقول له تكلم العلاقات، الازمه، الاطر، الاتفاقات الاقتصاديه. دونالد ترامب قال له اتس غانا بي جريت سيريموني، راح يعني نديروا حفله كبيره. كي وصل للحفله تكلم دونالد ترامب. معناتها غياب كلي للمعرفه، لانه ما يهم دونالد ترامب في المساله هذه هو امرين. الامر الاول هو قضيه بطبيعه الحال تعرفوا بان جمهوريه الكونغو الديمقراطيه اراضيها من الاغنى في العالم، يعني اراضي جد غنيه. هذا من الشق الاقتصادي واللي لن نطيل فيه. تعرفوا مصالح الولايات المتحده الامريكيه اين تكمن. رقم اثنين هو القضية الشخصية لدونالد ترامب، وهي قضية جائزة نوبل للسلام. معناتها أنه صار يبحث على كل القضايا من أجل حلها، وربما الوصول للقضية هذه اللي بدأ يتكلم عليها في كل مرة أنه يستحق جائزة نوبل للسلام. وتعرفوا بأنه هو عنده قضية شخصية. يعني معناتها أنه رواندا والكونغو الديمقراطية لا تعني شيئا. أنا لماذا قلت لكم شوفوا 46 دقيقة؟ لأنه كل مرة كان يتدخل دونالد ترامب يتكلم خارج الموضوع أصلا. ربما نشوفوا مقتطف صراحة أضحكني. لا أدري إذا كان معنا المقتطف. لا مش هذا، لكن أنا هذه الجزئيات عندها واحد لا أدري إذا كان هنا أو لا. Thank you very much. Thank you, Mr. President. So, as Caroline has mentioned, President, first of all, أنا الناس رأيت تتكلم على رواندا والكونغو الديمقراطية ودونالد ترامب أعجب صراحة، ما شاء الله على كل حال. لكن يعني جاب الصحفية واللي قال لها بأنها يعني كان يتكلم على الجمال تاعها، يعني كان خارج الإطار كليا. ما يهمه هو توقيع اتفاقية السلام. ومن كان وراء كل هذا هو مسعد بولوس.
اللبناني اللي كان رجل سياسي في لبنان واللي صار واحد من أقرب المقربين من دونالد ترامب. اليوم هو المسؤول اللي يتكفل بقضايا الشرق الأوسط وإفريقيا في الإدارة الأمريكية. ولكن طريقة الوصول إلى الاتفاق هذا هي الأهم، لأنه مسعد بولس حدث أمر خصوصا في رواندا، أنه ذهب، أنتم لما تشوفوا هذا مسألة تشوفوه تقولوا راهو كيوت يعني ما حدث في رواندا، وهذا من مصادر رواندية يعني من داخل من القضية، ما حدث في رواندا لما زار منذ شهرين رواندا، أنه يعني كان له خطاب شديد اللهجة، معناتها يا توافق يا راح تكون كارثة كبرى على رواندا، لأن رواندا كانت هي العائق. رواندا عندها مصالح كبرى في هذه القضية، رغبة في التأثير في منطقتها، قضية نزاعات مع دول الجوار، قضية حتى الجيش الرواندي اللي يسعى بول كاغامي إلى تقويته عبر أنه يكون عنده بطبيعة الحال كأنه مساحة ميدانية لممارسة عسكرية، لأنه الجيش الرواندي ليس له خبرة عسكرية في السنوات الأخيرة. عندها قضية عندها مصالح متعددة رواندا في هذا الملف، لهذا كانت تعرقل بشكل كبير الوصول إلى هذا الاتفاق. ولكن الإدارة الأمريكية قالت أن الاتفاق هذا سيحدث، كما كانت يعني دونالد ترامب لما كلف مسعد بولس أنه يوصل إلى حل أيا كان الثمن، وهو ما حدث كما أراد دونالد ترامب. أراد هدنة بين إسرائيل، وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وسماها حرب ال 12 يوما، هو ما حدث. أراد اتفاقية سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، هو ما حدث. ولكن مسعد بولس منذ أسابيع كان يتكلم على ملف الصحراء، وزاد أكد على الموقف الأمريكي المعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وقال بأنه سيكون في زيارة بعد 3 أشهر. قلت لكم أنه الزيارة أكيد أنه راح يتغير التوقيت تاعها مع الأحداث الأخيرة، ولكن الآن كمل الملف تاع رواندا والكونغو الديمقراطية. إيران وإسرائيل الأوضاع ربما ستذهب إلى استقرار ظرفي على الأقل لبضعة أشهر. معناتها غزة ربما سيكون وصول إلى وقف لإطلاق النار أو أمر مثل هذا. معناتها أنه الأمور تتجه إلى أنه راح يبقى أمام مسعد بولس وأمام لأنه دونالد ترامب راح يحاول يجمع أكبر قدر من الانتصارات الدبلوماسية ومن القضايا التي يتم حلها.